السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في خبر عاجل ورد الآن. المنتخب المغربي يواجه فرنسا من جديد. هل سيستطيع الطأر من هزيمته السابقة؟ إليكم التفاصيل، حيث أفادت التقارير الإخبارية بأن المنتخب المغربي لكرة القدم قد يواجه منتخب فرنسا وديا في باريس خلال التوقف الدولي القادم. جاء هذا القرار من الجامعة الفرنسية لكرة القدم التي ترغب في مواجهة المنتخب المغربي بالنظر للقيمة التي حققها المنتخب المغربي على المستوى العالمي. من جانبها ستخوض المنتخب الوطني المغربي مباريات ودية أخرى وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباريات مواجهات مع منتخبات إفريقية، وذلك تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم المقرر إقامتها في الكوتيفوار مطلع العام المقبل. ويأتي هذا الإعلان بعد أن حقق المنتخب المغربي نتائج إيجابية في كأس العالم 2022، ويعد المنتخب المغربي من أقوى المنتخبات العربية والإفريقية، حيث يتمتع بعدة نجوم مثل المهاجم المتألق يوسف أنصيري والحارس ياسين بونو والمدافع أشرف حكيمي.